السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفيديو ده هيكون الانترودكشن لدبلومة زيرو تريس. هنتكلم فيه بشكل واضح ومفصل عن كل حاجة تخص دبلومة زيرو تريس. هنعرف سوا محتوى الدبلومة ماشية ازاي خطوة بخطوة، الشهادات اللي هتاخدها هتبقى عاملة ازاي وهتكون قيمتها ايه في سوق العمل. التدريبات العملية اللي انت هتتدرب عليها في دبلومة زيرو تريس اللي هتخليك تطبق بإيدك، مش مجرد ان انت بتتفرج على شوية محاضرات وبس. ازاي تبدأ في مجال الباك باونتي وتكتشف ثغرات بنفسك. كمان هتعرف هل تقدر تشتغل في الشركات كبنتريشن تيستنج اختبار اختراق، او ان انت تقدر تشتغل كفريلانس في الباك باونتي ولا لا. كل الكلام ده هتعرفه بالتفصيل في الفيديو النهارده. تمام. طيب اول حاجه لازم تعرف انا مين. انا اسمي حازم بلال، سايبر سيكيورتي انجينير، دارس سايبر سيكيورتي بقالي 4 سنين. سيرتيفايد لشهاده الإيماب موبايل ابلكيشن بنتريشن تيستنج اختبار اختراق في تطبيقات الموبايل من شركه اي ان اي ليرنينج سكيورتي. كمان لازم تعرف مين الناس اللي هتشرح في دبلومه زيرو تريس. باشمهندس عبد الحميد، متخصص في النتورك بلس، شغال فريلانس في الباك باونتي. باشمهندس حازم بلال، متخصص في النتورك بنتريشن تيستنج وحاصل على شهاده الإيماب موبايل ابلكيشن بنتريشن تيستنج. باشمهندس زياد اسامه، متخصص في الويب بنتريشن تيستنج وحاصل على شهاده الوابت اكس ويب ابلكيشن بنتريشن تيستنج اكستريم. ده اللينكد اند بتاعي، حازم بلال. تقدر تبص عليه لو انت عايز حاجه معينه. تمام. دي سيرتيفايد للشهاده بتاعتي الايمابت من شركه اي ان اي ليرن سكيورتي. ده لينكد اند باشمهندس زياد اسامه، سيرتيفايد برضو لوابت اكس، وكمان شغال في سايبر تالنتس في البنتريشن تيستنج بارت تايم بروجكتس. تمام. دي السيرتيفايد بتاعته، الشهاده بتاعته اي شهاده اسمها لوابت اكس. تمام. هنعرف موضوع الشهادات بالتفصيل في الفيديو النهارده برضو. تمام. هل بقى الشهادات دي بتفرق والكلام ده ولا لا؟ الدبلومة دي بتستهدف مين؟ بتستهدف أي حد عايز يبدأ مجال السايبر سيكيورتي أو الاختبار الاختراق بخطة واضحة من غير تشتت. لو أنت حابب تبدأ بخطة واضحة وبتدريبات عملية فالدبلومة دي ليك. مش لازم يكون عندك نوليدج عن أي حاجة، مش لازم يكون عندك خلفية عن لغات برمجة أو الكلام ده. احنا بنبدأ معاك من الصفر، بس أهم حاجة يكون عندك شغف للمذاكرة والتاسكات اللي هتجيلك، لأن التاسكات دي هي اللي هتخليك تتدرب عملي بإيدك. تمام. طبعًا إحنا متابعة معاك طول الوقت، بيكون في تحديات بين الجروبات عشان تشوف مهاراتك وصلت لفين. يعني إيه؟ يعني بيكون في سيرفر ديسكورد، السيرفر ديسكورد ده متجمّع فيه كل الجروبات بتاعة zero trace. تقدر تنضم معاهم، ممكن تكوّن team. ممكن إن شاء الله لمّا تخلّص الدبلومة تقدروا إن أنتم تشتغلوا مع بعض كfreelance في الbug bounty. بيكون في تحديات، إن أنا مثلًا باعمل مسابقة، باعمل تيمات بين الجروبات ويلعبوا CTF مع بعض. الدبلومة دي فيها إيه؟ فيها 3 شهادات أساسيين: نتورك بلس، EGPT version 2، الEWPT version 2. قبل ما أقول لك المحتوى بتاع الدبلومة هيكون عبارة عن إيه، كان في طلاب بيسألوا أسئلة وإحنا خدنا الأسئلة دي سجلناها في PDF، بحيث إن أنا أقولها لك. لو أنت معظم الأسئلة دي في دماغك فأنا أعتبر جاوبت عليها. لو أنت عندك أي سؤال تقدر تكلم الأدمن في أي وقت، والادمن هيرد عليك على طول. تمام. طيب، انا محتاج اكون جامد في البرمجه عشان ادخل الدبلومه دي؟ لا خالص. انت مش محتاج ان انت تكون محترف في البرمجه، بس لازم تكون مستعد ان انت تتعلم التفكير وتحلل المشاكل كويس. الدبلومه دي بتديك الاساسيات اللي هتحتاجها خطوه بخطوه، سواء من ناحيه سكريبتات من جيت هاب، او ان يكون مثلا في سكريبت مثلا على سبيل المثال موجود على جيت هاب ومعمل له مثلا كود معين، فالكود ده فيه ايرور. احنا بنعرف نعمل حاجه اسمها فيكسن اكسبلويت. جميل. كل حاجه هتاخدها في الدبلومه هتتشرح ليك بمثال عملي 100%. طيب، السيشنات اللي انا بحضرها بتكون مسجله ولا انا بعتمد على الذاكره وبكتب ورا حضرتك على طول؟ لا خالص. السيشنات دي بتبقى مسجله عادي، تقدر ترجع لها. بس الحضور اللايف بيكون مهم جدا لان التفاعل والاسئله. كمان بينزل جدول مذاكره مساعده ليك لو انت مثلا مش عارف تذاكر السيشن دي. يعني مثلا انت خدت السيشن النهارده، السيشن دي مش عارف تذاكرها، فانت بتكلمني تقول لي يا هندسه انا مش عارف اذاكر السيشن دي خالص. فانا بالتالي بساعدك بكل الطرق. تمام. طيب،
انا هكون لقب ايه بعد الدبلومه؟ والله لو انت حابب تكون ويب بنتريشن تيستنج في اختبار الاختراق في المواقع، فانت في المكان الصح. لو انت حابب تكون نتورك بنتريشن تيستنج، برضو انت في المكان الصح. تمام. الدبلومه دي بتاهلك للاثنين، بتاهلك نتورك بنتريشن تيستنج وبتاهلك ويب بنتريشن تيستنج. تمام. طيب انا هل ينفع ادرس الدبلومه دي جنب الدراسه والشغل؟ عادي، ليه لا؟ بس اهم حاجه لازم تنظم وقتك. انا مش بقول لك ذاكر في السايبر سيكيورتي او في الدبلومه بشكل عام 10 ساعات. انا مش قلت لك كده نهائي. انا كل اللي انا عاوزه منك تذاكر ساعه ساعتين ثلاثه بالكتير قوي، بس تكون مركز. هي الموضوع كفايه جدا. يعني انا مش بذاكر 10 ساعات، لا خالص. انا بذاكر 3 4 ساعات في يومي، والموضوع بيكون بسيط جدا جدا جدا. تمام. فمش محتاج ان انت تذاكر اكتر من ساعتين ثلاثه لو انت مركز. جميل. طيب هل بيكون في شغل فعلا بعد ما اخلص الدبلومه؟ واقدر اشتغل ايه؟ والله انت تقدر تشتغل ويب بنتريشن تيستنج او جونيور بنتريشن تيستنج. تمام. او فولنربيلتي اسسمنت مثلا. بس بيكون في شغل ومش اي شغل والسلام. بيكون في طلب عالي جدا في السوق على الناس اللي معاها المهارات اللي موجوده في الدبلومه، لانك انت مش على قد المحتوى اللي هتدرسه، لا انت هتاخد سكيلز كمان. تمام. كمان احنا بنديك شهاده زي الاي جي بي تي والاي دبليو بي تي، بتفتح لك ابواب كتيره جدا في السوق، سواء بره مصر او جوه مصر. تمام. طيب بعد كده انا ليه ادفع فلوس في دبلومه وانا ممكن اذاكر من اليوتيوب؟ صح، انت تقدر تذاكر من اليوتيوب بس هتتعب كتير جدا وهتضيع وقت اكتر. المعلومه اللي على النت بتبقى مشتته جدا ومش مترتبه اصلا. الدبلومه دي بقى بتوفر لك خطه تمشي عليها، تعليم واضح، محتوى عملي، تحديات حقيقيه، مجتمع كامل بيساعدك. تمام. يعني بدل ما انت هتتعلم في سنه على اليوتيوب، لا انت ممكن تتعلم في خلال 6 7 شهور في دبلومه زيرو تريس، وهتبقى واقف في رجلك على طريق السايبر سيكيورتي او في البنتريشن تيستنج بشكل عام. تمام. طيب هي الشهادات المعتمده دي بتفيد فعلا في الشغل ولا مجرد شكل؟ لا، هي بتفيد. الشهادات اللي انت شايفها قدامك دي بتفيد فعلا في الشغل، في الشركه بالذات. بس الشهادات دي مش اي شهاده تانية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما تقوليش والله انا حضرتك بتدي شهاده معتمده، اقول لك لا انا ما بديش شهادات معتمده. طيب خلاص ماشي، انا هروح لاكاديميه تانية بتدي شهادات معتمده. بص، مع احترامي لكل الناس، الشهادات المعتمده مش بتوقفك على طريق الانترفيو. طب ايه الشهادات اللي تخليني فعلا اقف على طريق اول انترفيو؟ الشهادات زي اي ان اي، هاك ذا بوكس، اوفنسيف سكيورتي، بنتستر لاب. دي شركات بتديك شهادات معتمده فعلا من عندهم، تقدر تخش من خلالها انترفيو. اي شهاده تانية انا ما اعرفش، الشركات مش بتعترف بيها ومش هتعدي على نظام الاي تي اس اصلا. تمام. طيب انت واحد لسه بتبدا في مجال السايبر سيكيورتي، انا بقول لك ما تفكرش في موضوع الشهاده خالص. ابدا بس الاول في السايبر سيكيورتي، ابدا خد خطوه، ابدا فكر، وبعد كده قرر. مش تقول مثلا انا اول ما ادخل سايبر سيكيورتي هبدا اخد شهادات. الموضوع مش كده، الموضوع ما بيمشيش كده نهائي. ليه؟ لان اصلا انت عشان تاخد شهاده انت لازم تكون اتعلمت سكيلز، اتدربت عملي في مهارات حقيقيه، في بتعرف تعمل كل حاجه لوحدك من غير اي مساعده من اي شخص. وانس ان انت عرفت توصل للنقطه دي، صحيح تقدر تدخل شركه اي ان اي وتقدم على مثلا الابتكس او الامابت او اي جي بي تي، وتقول لهم لو سمحت انا عايز ادفع فلوس عشان اخش الامتحان بتاعكم وابدا اخد الشهاده. خش الامتحان، نجحت تستلم الشهاده زي ما انت شايف كده. دي شهادات تقدر تستلمها. تمام. لكن ما تقولش انا هدخل الدبلومه واخر الدبلومه انا كده كده عم سواء ذاكرت او ما ذاكرتش انا كده كده هستلم شهاده معتمده. مفيش الكلام ده. الشركه عشان توظفك هتوظفني انا ليه وما توظفكش انت ليه؟ اولا هي هتوظفني عشان انا معايا مهارات، معايا شهادات معتمده زي اي ان اي. تمام. معايا سكيلز، معايا تدريبات عمليه، بعرف اشتغل بنتست حقيقي من اول جمع المعلومات لحد عمليه الاكسبلويتيشن والبوست اكسبلويتيشن والكلام ده. الشركات هتوظفك انت عشان ايه؟ لازم تحط النقط دي قدام عينك. تمام. لازم تفكر بالاسلوب ده. طيب انا بعد الدبلومه اقدر اشتغل ريموتلي ولا لازم شركه؟ والله الدبلومه دي بتاهلك للاثنين، ريموتلي وجونيور بنتريشن تيستنج في شركه. كمان بتفتح لك فرص كفريلانس من الباك باونتي. طب ايه هو الباك باونتي؟ انت عمال تقول الباك باونتي الباك باونتي، ايه هو الباك باونتي؟ بيبقى في منصات زي هاكر وان كده. تعالى نكتب هاكر وان بروجرام
بيبقى في منصات زي هاكر وان كده، تدخل بتبقى في شركات عارضه لنفسها البروجرام ده تقدر تدخل تكتشف فيه ثغره، وهو مقابل بيديك ليها فلوس. تمام، تعالى مثلا نخش على الشركه دي. هنا مفيش فلوس ولا ايه؟ هنا مفيش فلوس، هو هنا ما بيديش فلوس. في شركات فعلا بتدي فلوس وفي شركات ما بتديش فلوس. دي شركه بتدي فلوس اهي، من اول ثغره لو من اول $100 لحد $350، من اول ثغره ميديم 350 لحد $1150، ثغره هاي من 1150 لحد 2300، كريتيكال من 2300 لحد $3500. دي شركات بتديك لو انت لقيت ثغره فعلا بتقدر تسلم لك الثغره دي، تاخدها، بتبدا تقيمها، وبعد ما تقيمها بيقول لك والله السكور بتاعها او درجه الخطوره بتاعت الثغره مثلا كذا لكذا. فانت اوريدي التكلفه بتاعتها مثلا او الباونتي بتاعها مثلا $500، على حسب بقى انت ونصيبك. تمام. ف دي كده شغل فريلانس. طيب انا خايف ابدا الدبلومه وما كملش. الخوف طبيعي لاي حد، بس اللي عمره ما بدا حاجه عمره ما كمل في حاجه تانية. انت مش محتاج بس شجاعه، انت محتاج تاخد قرار. انت لو خدت قرار هتعرف تظبط حالك وهتعرف تظبط وقتك، وهتبدا تقول انا قررت ان اذاكر سايبر سيكيورتي، انا قررت ان اكمل في الدبلومه وما اخافش. طبعا الدبلومه دي انت مش شرط ان انت في اول مره تبقى ناجح، انت اكيد هتفشل واكيد هتقع، بس العزيمه بقى او القرار اللي انت خدته، انا لو فشلت هكمل، هفضل اكمل واحاول تاني واحاول تالت. قرار واحد يفرق معاك. في ناس مش بتكون اشطر ناس، مش اذكى ناس، بس هو شاطر جدا في ان هو بيعرف ياخد قرار. دي معلومه مهمه جدا ليك. كده يعتبر احنا خلصنا الاسئله. تعالى اديك بقى ايه الكونتنت اللي انت هتاخده. PDF ده هيكون معاك تقدر تبص عليه، ولكن انا اقول لك نبذه بسيطه عن المحتوى بتاع الدبلوم. نتورك بلس هتاخد يعني ايه نتورك، الكومبوننت بتاعتها، المكونات، التوبولوجيز، البروكاست والمالتي كاست واليونيكاست، ايه هو OSI موديل، TCP/IP موديل، IP ادرس، البابليك والبرايفت والسبنت ماسك، الماك ادرس والنتورك انترفيس كارد، دي دومين نيم سيستم، DHCP. كل ده هتدرسه في مديول النتورك بلس. بعد كده لازم تدرس جزء اللينكس، لازم تبقى عارف لينكس والباش سكريبت. فانا بالتالي بشرح لك ايه هو اللينكس والاوامر بتاعتها. كمان الباش سكريبت دي هنستخدمها عشان نعمل بيها اوتوميشن تولز تساعدنا في ادوات معينه احنا نعملها، نستخدمها في حته البنتستنج والباج باونتي. تمام. طيب بعد كده بنخش على الاي جي بي تي فيرجن 2، وهي اختصار لحاجه اسمها جونيور بنتريشن تيستنج. دي بتكون داخله في حته النتورك بنتريشن تيستنج. باختصار كده ان انا ببدا اعمل عمليه اختراق على الشبكه، من اول جمع المعلومات لحد اختراق الشبكه والاجهزه المتوصله جوه الشبكه، وببدا اعمل عمليه بوفتنج. البوفتنج ده او البورت فوروردنج فكرته ان انا ببدا اتنقل بين الاجهزه من الجهاز اللي انا اخترقته. دي فكره الاي جي بي تي فيرجن 2. تمام. محتوى ضخم جدا. بعد كده لما نخلص النيتورك بنتريشن تيستنج اللي هو اختبار اختراق في الشبكات، بنبقى عايزين ندخل في مديول حته الويب ابلكيشن، اختبار اختراق في المواقع. عشان ادخل في حته الاختبار اختراق في المواقع لازم اكون عندي فاميليار، معرفه عن ال HTML والجافا سكريبت. فانا بالتالي بديك HTML. ايه هو ال HTML؟ الباراجراف والتاكس والايمج والاي فريم والاتش ريف والكلام ده كله. بعد كده بنخش في حته الجافا سكريبت. تمام. الجافا سكريبت ده بعرفك يعني ايه في كونديشنز في الجافا سكريبت، السترنجز، الفاريبلز، كمان الدوم. كمان بعلمك حته السورس كود ريفيو فور باج هانتر، اللي هو ازاي تحلل السورس كود بتاع الويب سايت عشان تقدر تطلع ثغرات زي الاكس اس اس، ثغره شهيره جدا ومعروفه في حته سايبر سيكيورتي. طيب بعد كده بخش على الاي دبليو بي تي فيرجن 2، اللي هو ببدا افهم ايه هو الويب ابلكيشنز، الاركتشرز بتاعته، الكومبوننت، اللايف سايكل بتاع الويب بنتريشن تيستنج. تمام. بدخل برضه في مديول الانفورميشن جاذرنج، حته جمع المعلومات. تمام. طبعا بتعلم ثغرات زي كروس سايت سكريبتنج، زي السيكوال انجكشن، زي الكوماند اتاكس. اشهر الكوماند اتاكس زي الاتش تي تي بي تامبرنج، سنسيف داتا اكسبوزر، بروكن اوثنتيكيشن او سيشن سكيورتي، CSRF. تمام.
كل دي ثغرات هتتعلمها وهتطبق عليها عملي 100%. تمام. بعد كده بتعلم حاجه اسمها الفايل والريسورسز اتاكس، زي اللوكال فايل انكلوجن، ريموت فايل انكلوجن، او اللي هو الباث ترافيرسال بشكل عام. تمام. بعد كده بنخش على حاجه اسمها الويب سيرفيس. تمام. دي فكره المحتوى بتاع الدبلومه. بعد كده بنخش على حاجه اسمها الاوتوميشن تولز. الاوتوميشن تولز دي فكرتها هناخدها في اخر المديول. ازاي نعمل اوتوميشن تولز، نعمل سكريبتات. السكريبتات دي تفيدنا في حته ان احنا نستخدمها في الباج هانتنج والبن تيستنج. تمام. التدريب العملي عندنا بيكون ماشي عباره عن درجات. اول حاجه بننزل اجهزه بندرب نفسنا عليها الاول باستخدام ادوات طبعا وافكار. بعد كده بنعلى بالدرجه شويه، بنخش على مواقع زي تراي هاك مي ونحل سي تي افس وتحديات. بقى نبدا نعمل عمليه بن تيستنج. وبعد كده بنخش على بندخل على لغات الثغرات تبع الويب ابلكيشن اللي هو موقع بورتسويجر ويب سكيورتي اكاديمي. تمام. عشان نقدر نكتشف الثغرات اللي موجوده في المواقع الحقيقيه. بعد كده لازم نقرا رايتب عن الثغرات ونسجل نوتس لينا سواء على اوبسيديان او نوشن، ونرتب افكارنا على نوشن او اوبسيديان برضو. عشان نبقى مستعدين لاختبار الاختراق او الباك باونتي ندخل على هاكر 1. تمام. كل الكلام ده هتعرفه بالتفصيل في دبلومة زيرو تريس. تمام. الفيدباك ده جزء من الفيدباك من الطلاب بتاعنا، ومش بس كده، انت هتدخل حاجه اسمها سيكريت روم ديسكورد. سيكريت روم ده بيكون في كل الطلاب بتاعت زيرو تريس. تمام. بنتجمع بنطلع مثلا يوم في الاسبوع. اليوم ده بنقعد نتكلم فيه عن مهارات الدبلومه او عن مهارات شخص معين، او ان احنا بنبعت لبعض الريسورسز، الكلام ده كله. تمام. كمان ممكن يساعدك في حته الادوات والافكار او المعلومات، كل الكلام ده. اظن كده بالنسبه لك الصورة وضحت. ودلوقتي انت مش محتاج اي حاجة، انت بس محتاج انك تاخد قرار وتبدأ، سواء في كورس او في دبلومة. المفروض ان انت معاك كل الداتا عن دبلومة زيرو تريس، ودي انترودكشن لدبلومة زيرو تريس فقط لا غير. تمام. لو احتجت اي حاجة تقدر تكلم الادمن في اي وقت وهو هيساعدك على طول. تمام.